السلام عليكم فاميليا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد، وصفات جديده. هاد النهار ان شاء الله غادي نصايب معكم حلوه البقلاوه بكاوكاو اللي كتجي صراحه العجينه ديالها مورقه وهي كتجي معلكه ومعسله وصراحه ما كتشبعوش منها. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. غادي نعطيكم كاع النصائح ديال هاد الحلوه باش تنجح معكم. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش بالاشتراكات ديالكم ولي لايك. انا هنا استعملت كميه كثيره، غنحتاجو تقريبا 750 غرام ديال الدقيق، عندنا 4 المعالق ديال السكر كلاصي، عندنا كذلك ممكن نديروا نص ديال هاد المكونات، عندنا 190 غرام ديال الزبده، من الاحسن تكون نوعيه جيده باش هاد الحلوه تجينا بنينه. عندنا هنايا نص كاس نتاع ماء الزهر وكاس ديال ماء عادي. اول حاجه في القصعه غادي نديروا الدقيق ديالنا اللي مغربل، نزيدوا مع رشه ديال الملح ضروري لتصحيح الذوق، 4 ديال المعالق ديال السكر كلاصي. المقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، ممكن ديروا نص ديالهم باش هكا تخدموا كميه. درنا كذلك ديك الزبده، غادي نحاولوا نخلطوا هادشي في الاول، نبسبسوه مزيان مع بعضه ونرجعوا نتلاقاو. احسن شيء تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ باش هكا تعاونكم في الخدمه وتجيكم الحلوه ديالكم مرمله. مهم ضروري من هذا العمليه خصكم تلبسوا ديك الزبده كامله بالدقيق باش يترمل كامل. غادي نضيفوا السوائل اللي هما ماء الزهر والماء عادي. كاس ديال العنبه راه كافي باش اننا نجمعوا هذا الخليط. العجينه ديالنا كتكون قاصحه، ما ترطبوهاش، تكون قصح من عجينه المسمن. كنجمعوا العجينه ديالنا كيما شفتوها قاصحه، ما كندلكوها ما والو، كنجمعوها ونديروها في كيس بلاستيكي وكنخليوها ترتاح. ندوزو نوجدوا العقده ديالنا. بالنسبه للعقده غادي ناخذ كاوكاو، انا هنا عندي كيلو ونص ديال الكاوكاو. الا كان عندكم البلدي من الاحسن، انا ما لقيتش داك الصغير الاحمر، داكشي اللي استعملت غير هذا الكبير، حتى هو كيجي بنين، ولكن الا كان الاحمر كيكون احسن. غادي ناخذوه، غادي نحمروه في الفران وغادي نحاولوا اننا نهرمشوه تهرميشه رقيقه. الا كان داك الاحمر اللي بالقشره غادي تهرمش ديروه تحمروه وتقلعوا النص الكبير، تحيدوا منه القشره، والنص الاخر خليوه بقشرته ماشي مشكل. غادي نطحنوا هاد القوقاو ديالنا من بعد ما حمرناه، غنطحنوه مزيان ونرجعوا نكملوا الطريقه. هذا هو القوام ديال الكاوكاو من بعد ما كنطحنوه، كيجي داير كونكاسي، ما طحنوش بزاف تيولي بودر، وما تخليوهش غليظ باش يجينا في التقطاع مزيان ما يبقاش يتفرتك لنا. غنسالي الكميه ونرجعوا نتلاقاو. من بعد ما ساليت الكميه ديالنا، هذا هو القياس ديالنا ديال القوقاو، ما تطحنوش اكثر من اللازم. هنا غادي نزيدو معاه تقريبا 250 غرام ديال السكر كلاصي ومعلقه كبيره ديال القرفه، وغادي نزيدو معاه نص قريعه ديال الروح ديال الزهر اللي كتزيد تبنن هاد الحلوه ديالنا. السكر كلاصي راه سبيسيال، ماشي سكر مطحون هكا ما غاديش تجينا الحلاوه كيما نقولوا مجهده. الحلاوه غادي تجي هي هذيك. غادي نبقاو نخلطوا هادشي مع بعضياتو مزيان، كندوبوا هنا الزبده اللي تكون نوعيه جيده، وغادي نبقاو نزيدوها لهذاك الكاوكاو ديالنا، وحنا كنخلطوا حتى كيتبسبس لنا ولا كيتبسس لنا هذاك الكاوكاو. ومن نبقاو زعما كنضغطوا عليه كيتجمع، يعني كتشكلنا بحال الكره، كنعرفوا بلي الكاوكاو ديالنا واجد. من بعد ما تحتنا العجينه كناخذوها، كنقصوا منها كميه اللي غادي نزينوا بها هاد الحلوه من الفوق، والكميه اللي بقات كنقسموها على 4 ديال الكريات. انا هنا درت فيهم 300 غرام من كل كره. كنحاولوا نرشوا كميه ديال النشا، ممكن استعمال الدقيق، انا صراحه قسمت بالنشا. وغادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق ونرجعوا نتلاقاو. من بعد ما ارتاحوا لنا الكرات كناخذهم، ديما كتغطيوهم باش ما ينشفوش، كنرشوا النشا اولا الدقيق. كنحاولوا اننا نسرحوا دوك الكريات قد بعضياتهم من كل جهه، بربعه تقريبا غادي نسرحهم، وغادي ندوزو باش نكملوا الطريقه. هنا سرحت الاولى، هنايا عاوتاني الزوجه نفس الشيء، كنحاولوا نديروهم قد بعضياتهم. انا غادي نشارك معكم غير وحده باش تعرفوا زعما دوك جوج 4 ديال الكرات شنو درت بيهم. هادو 2 طبقات الاولى غادي ناخذوا هنايا العقد عفوا العجينه الاولى اللي سرحنا، غادي نكونوا ذوبنا الزبده، غير كتذوبوها عادي صافي. هنا غادي نبقاو ندهنوا لها الوجه ديالها كيما مبين في الفيديو. الكرات بجوج غادي ندهنوهم بالزبده اللي دايبه في الوجه ديالهم، ومن بعد غادي نحطوا هذاك الوجه اللي فيه الزبده على الوجه الثاني اللي فيه الزبده كما كتشوفوا. كنحاولوا اننا نقادوا العجينات بجوج، كنقلبوها كنوليو نقادوهم. انا شاركت معكم غير عمليه وحده، نفس الشيء درت 2 ديال الكرات وحده اخرين بنفس الطريقه. سرحنا الكره الاولى على قياس ديال قد اللاطه، كنحاولوا اننا نقادوها على القياس ديال اللاطه ديالنا. الا من الجوانب بقات عندكم ما مقاداش
ولا ماشي مشكل، ممكن تاخذوا قطع وتلصقوهم، ما كاين حتى شي مشكل، غتلصق معكم بكل سهوله. حاولوا اننا نقادوها في القياس ديال اللاطه من كل الجوانب، نحاولوا نعطيوها يعني كما نقولوا غير الاطار ديال اللاطه، باش هكا من بعد ما طيب لنا الحلوه ديالنا ونقطعوها ما يبقاوناش الجوانب بزاف. من بعد ما سرحنا العجينه ديالنا كامله على القياس ديال اللاطه، كناخذوا واحد الفرشيطه وكنحاولوا نتكوا ديك العجينه بشكل عشوائي هكا. كناخذوا الخليط ديالنا ولا العقده ديالنا ديال الكاوكاو، كنحاولوا اننا نوزعوها في ديك اللاطه كامله. هاد اللاطه القياس ديالها الناس اللي غادي يسولوني، القياس ديالها 33 على 55. غادي نقول لكم عدد الحبات شحال خرجت ليا. الا درتوا هاد القياس، درتوا هاد العبار زعما ديال هاد اللاطه وكيلو ونص ديال الكاوكاو وداكشي، غادي يخرج لكم 198 حبه تقريبا. انا درت تقريبا 3 على 3 وصافي. من بعد كنحاولوا اننا نقيسوا اولا ناخذ الدلاك اللي يكون هكا ما فيش دوك الجوانب، كنحاولوا اننا نسرحوه. ممكن نديروا غير كاس، كنحاولوا اننا نسويوه على الوجه كامل ديال ديك الحلوى ونضغطوا عليه، وهاد العمليه غتسهل علينا. مره اخرى من غادي نزيدوا نقطعوا ونعسلوا الحلوى ما تبقاش طير القشره. كنحاولوا اننا نعطيوهم قياس واحد، ما تجيناش جهه كبيره وجهه قصيره ولا جهه عريضه وجهه قصيره. كما شفتوا راه حتى من الجناب نفس الشيء. كنحاول انني نفيكسيهم بداك الدلاك باش الحلوه ديالي كنقطعها ما يبقاوليش كاع الجوانب. بنفس الطريقه كنساليو كنمسحوا بطبيعه الحال ضروري، حيت الا طاحت لنا هكا شي فته د الكاوكاو ولا غادي تلصق لنا في العجينه ديالنا. صافي من بعد كناخذوا العجينه الزاوجه، كنحاولوا حتى هي نسرحوها مزيان، كنسرحوها مزيان حتى كنحصلوا على القياس ديال اللاطه ديالنا. نعطيوها الطول ونعطيوها كذلك العرض. بقاو غير ترشوا هكا شويه بالنشا باش ما تلصق لكمش، راها صراحه خفيفه الورقه وما تخافوش بها. ديك القصوحيه اللي قصحناها في الاول عاونتنا بزاف وساعدتنا باش انها تجينا تعطينا الطعم في الخدمه. كنوليو نديروها طبقه فوق من ديك العقده. صافي كنبقاو نحيدوا الجوانب، الا عندنا شي بلاصه ناقصاها العجينه نزيدوها العجينه، يعني ما كاينش مشكل. وديما حتى هي بالدلاك نفس الشيء، كنبقاو نسرحوا مزيان ونضغطوا على داك الدلاك باش هكا ديك العجينه تلصق مع العقده وتفيكسا كما نقولوا. يعني ضروري من هذه العمليه. بالنسبه للتقطاع باش يجيكم زعما مزيان، شوفوا انا راه هنا في الاول خديت مسطره بقيت كنمشي عليها غير بالقياس ديال المسطره فيها 3 على 3 في الطول وكذلك في العرض. في الاول غير كنعلم ومن بعد راه كنقطع نيشان. في الاول كنعلم شحال غتخرج ليا من حبه، ومن بعد كنبدي ندفع الموس نيشان في القطاعه باش كتقطع ليا مزيان. ومن تدفعوا الموس ضروري الموس يكون ماضي، هذه اول حاجه. وحاجه اخرى مين تبقاو تقطعوا حاولوا انكم تهبطوا ديك الموس ولا ديك الاخر تقطعوا من التحت. يعني مين تكونوا تقطعوا خصكم الموس ضروري يكون يعني كتجبدوا ولا كتقطعوا تحسوا راسكم كتقطعوا من التحت كاع. صافي غادي نمشيو بنفس الطريقه. انا صراحه صني حيتاش عندي قديم وبه كنخدم ديما بحال عواج من واحد الجهه، ضروري جاوني واحد الجوانب جاوني عوج. داكشي علاش بصح انا راه خرجت لي 198 حبه بلا دوك الجوانب اللي بقاو ولا يعني بلا بيهم، خرجت لي 198 حبه. صافي غادي نقطعوهم ونخليهم على جنب وندوزو باش نفينيو. مهم تقدروا ديروا الا كنتو دايرينها باللوز ديروا لوز الفوق، كنتو دايرين بكاوكاو تقدروا ديروا كاوكاو، تقدروا ديروا واخا هكا ديروا لوزه اللي بغيتو. مهم انا هنا خديت نص العجينه درت له كاكاو مر، وخديت هنايا الطابع كبير والطابع الصغير. واحد درت له قطعته بالعجينه البيضاء وواحد قطعته بالعجينه القهويه. صافي غادي نبقى ندير الماء في واحد في البانسو ونبقى نحط الحبه نتاع داك الورده، وحده كبيره وحده صغيره. ممكن ديروا غير تقطعوا بالقطاعه مثلا البيضه وديروا قوقاوه مثلا ديال القشره، القوقاو الاحمر داك البلدي ديروا وحيده ولكن تغرسوها مزيان داخل. ممكن ديروا لوزه، ممكن كاع ما ديروش هذا الورد، ممكن نتوما زينوا باش ما بغيتوا. انا غير كاقتراح. صافي من بعد غادي نمشي بنفس الطريقه نكمل البلاطو ديالي كامل والحبات كاملين بهذه الطريقه. من بعد غادي نضغط عليهم بهذيك الاداه ديك الكره، نحاول نضغط عليهم في الوسط باش من نخرج الحلوى كنديروا لها زوزو. تقدروا ديروه قبل، لا انا درتهم من بعد باش داك زوزو يبان ليا. كنساليو الحبات كاملين، ذوبنا هنا الزبده، كنحاولوا اننا ندهنوا بها كاع ديك اللاطه كامله مزيان بالزبده. ندخلوها للفران
النار اللي تكون متوسطه، كنشعلوا الفران بارد، كنحطوا الحلوه ديالنا النار تكون تحت منها. من بعد غير الحلوه ديالنا خصها غير تذهب، ما تحمروهاش بزاف، كنهبطوا اللاطه لتحت، خصها غير تذهب كما قلت لكم. على جال غادي كي نخرجوها وهي سخونه غادي نكبوا فوق منها العسل. الا كان عسل ديال الدار كيكون احسن. المهم انا هنايا في هاد اللاطه درت تقريبا كيلو ونص ديال العسل. المهم غادي نكبوا داك العسل كامل على ديك الحلوه وهي مازال سخونه. حاولوا انكم توزعوها على الحلوه كامله. من غادي طيبوا ديك الحلوه، في حاله طاروا لكم هذوك الوريضات، من كديروا العسل كتحاولوا تقادوهم وتحطوهم في البلاصه اللي بغيتو. الا تحطوا عواج ولا كتردوهم تحطوهم في البلاصه اللي بغيتو وصافي. مع من غادي يبات هذا العسل فيه غادي يشدوا بلاصتهم ويشدوا راسهم. صافي كنحاولوا نوزعوا داك العسل كامل على الحلوه ونبقاو هكا نديو الصني ونردوه ونميلوه باش الحلوه كامله كتشرب بداك العسل. صافي من بعد كنوليو ناخذوا الموس وكنحاولوا نتبعوا هذوك دوك الرشمات ولا دوك السفيفات كاملين. كنحاولوا نوليو نقسموهم بحال نقطعوا الحلوه، كنوليو نقطعوهم باش هكا دوك الفتحات كيدخل فيهم العسل والحلوه كلها تجي شاربه العسل وتجي معلكه. صافي غادي نكملوا الطريقه كامله. من بعد غادي نغلفها بالسلوفان وغادي نخليها تبات ليله كامله. انا دابا في الليل راه درت هذه العمليه، طيبتهم عسلتهم كلشي. صافي دابا غادي نقطيها كما شفتوا ونخليها تبات ليله كامله. عاد الغد ليه ونخدم بها كما شفتوا. هذوك الوريضات الا تقاسوا ولا غادي غير ترجعوهم في بلاصتهم وصافي وتخليهم يباتوا يبقاو زعما يشدوا راسهم الغد ليه. دابا هذا النهار الثاني صافي غادي ناخذوا اللاطه كما شفتوا. كنحل السلوفان، كناخذ غير 3 سطور اللي غنخدم بهم ومن بعد عاوتاني وانا غادا باش هكا الخدمه ما تغلبنيش كناخذوا هنا قطاعه ولا اي حاجه. كنحاولوا اننا نقطعوا كما شفتوا الحبات ديالنا في الطول وكذلك في العرض. هذيك اول مرحله. ثانيا غادي نولي نبقى ندير لهم زوزو في ديك الحفيرات هكا باش كتسهل عليا العمليه. وعاد كنبقى نهز ونحط في الكويعطات باش هكا كما شفتوا باش هكا تسهل عليا الخدمه. عاوتاني داك السلوفان عاوتاني كنحلوه وانا غادا باش تبقى الخدمه نقيه ومتيونه والكويعطات هكا يجيونا مزيانين ما نترونوش. الكويعطات حاولوا تحلوهم كاملين باش ماشي من تجيو تخدموا يد تبقى تخدم ويد فيها العسل وترونو وتا لومبالاج كيمشي عند الكليان بحال قلتو ضايع. حاولوا تقادوا الخدمه ديالكم، تقادوا الوقت ديالكم باش هكا الحاجه نتوما تكونوا مرتاحين انكم عطيتوا الجهد في واحد الحاجه، ماشي حتى الاخر اخر لحظه وترونوا الحاجه ولا ما تجي الزينه ولا ديرونجيو روحكم. من الاول عرفوا شنو غديروا، شنو غنديروا باش كتسهلوا الخدمه على راسكم. المهم صافي من بعد غادي نبقاو نهزوا الحبات كما شفتوا كيجيو في قياس واحد. كيجيو داك الكاوكاو يكون موزع عليهم كاملين. ثاني حاجه كيجيو هكا مربعين متيولين، تقدروا ديروهم مستطيلين، تقدروا ديروا نتوما اي حاجه بغيتو. انا قلت لكم هنا درت 3 على 3، ممكن ديروا 4 على 4، ممكن ديروا انا هذا هو القياس زعما اللي مزيان. كيجيو صغيورين ومتيولين، كاين اللي كيديرهم كبار. انا الاغلبيه كنخدمهم هكا صغار، سواء كانوا غيخرجوا في بلاطو سواء كانوا غادي زعما يخرجوا عند الكليان هكا بالكيلو، يعني اللي بغيتو. انا هكا كيجيوني زعما قياس واحد وكيجيو مزيانين زعما كيعجبوني في هذا القياس. ديما كنعطيكم الاغلبيه نصائح في على حساب الفيديو اللي غادي نقدر نقول لكم. انا ما بخلت عليكم حتى شي حاجه في هذا الفيديو. حاولوا تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر، ولا وصلتوا لهاد النقطه ديروا لي نقطه ولا تم في لي كومونتير باش نعرف بلي انكم مهتمين بحال هاد لي روتين ونبقى نشاركهم معكم. حاجه اخرى اللي نقدر نزيدها لكم كنصيحه في هذا الفيديو، حاولوا انكم ديروا كويعطات هكا بيضين كيجيو مفوجين على ديك الحلوه. على جال درتو قهويين كتبان كبيره يعني، وهي واصلا اللون قهوي والحلوه ديجا لونها قهوي في العقده والفوق قهويه، غادي تجي بحال شارجي وتجي بحال كبيره ما تجيش زوينه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. الا عجبكم ما تبخلوش على الاشتراكات ديالكم ولي لايك. حاجه اخرى راه شوفوا الورقه اللي درنا، ديك الطريقه اللي درناها راه الفوق كتبان مورقه العجينه. تبعوا غير الفيديو غادي تعجبكم النتيجه، ولو انكم تجربوها مره واحده. حطوا لي لي فوتو ديالكم كما كنقول لكم في انستا، واي واحد بغى شي كوموند الحلوه مرحبا بكم، سواء في وجده سواء في اي مدينه بغيتو، راه كنديروا حتى التوصيل. تهلاو في راسكم. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. بسلامه. سمحوا لي انا دابا كنمونطي الفيديو وكنلقى 15 دقيقه. عييت نمونطي صراحه فيه باش نقص باش ما توصلش لهذا القياس، ولكن فيه كاع النصائح.